بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطير الطاسه بمكونات بسيطه خالص. فطير حلو قوي قوي بجد، مقرمش كده من بره وخفيف ومن غير عجن كتير ومن غير فرد ومن غير توريق. بسيط خالص وسريع، وزي ما انتم شايفين شكله مقرمش كده من بره ومن جوه يعني. في طبقات كده ولا ورقات حلوه قوي قوي. وطري، بصوا طري قد ايه. وتسويته سهله، هو كله سهل قوي. بجد حلو قوي يعني. من كيلو دقيق عملت 10 فطيرات. شوفوا بقى انتوا الفطيره كده في اي فرن بكام. بصوا مورق والله، من غير احنا مش هنعمل له توريق اصلا يعني. هتشوفوا الطريقه بتاعته دلوقتي ان شاء الله جوه الفيديو، هتعجبكم قوي. حلو قوي بقى مع العسل مع الجبنه، وكمان عايزه اقول لك مش بالسمنه كتير خالص ولا بزيت كتير خالص. يعني لو هقول لك خدنا 3 4 معالق زيت وعملنا الفطير اللي انتوا شايفينه دوت. دول 10، ممكن تقسمي بقى الكميه تعملي 5 بنص كيلو زي ما تحبي خالص. يا ريت بقى قبل ما ندخل كده جوه الفيديو، يا ريت تعملوا لايك، واللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك. والله العظيم بجد الفيديو حلو قوي هيعجبكم. وما تنسوش اللايك، طبعا اهم حاجه اللايك. بشوف ناس كتير بتدخل تكتب التعليقات ومش بتحط اللايك، مش عارفه ليه والله. اللايك مش هيخسركم اي حاجه، بس هو هيفيدنا احنا يعني. احنا بنتعب عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر كده من الناس، فيا ريت بالله عليكم ما تنسوش اللايك. بصوا شكله حلو ازاي. ومش هتعملي والله، مش هتفردي ومش هتورقي ولا اي حاجه، هتشوفوا معايا دلوقتي ان شاء الله جوه الفيديو. بجد يستاهل تجربوه. سهل كده وسريع وطعمه حلو قوي. مكوناته بسيطة خالص، هتشوفوها معايا ان شاء الله دلوقتي هتعجبكم، وان شاء الله هتجربوه على طول مش هتبطلوه. حلو طري كمان وطعمه حلو قوي قوي. يلا بقى نسمي بسم الله ونشوف عملنا الفطير بتاعنا الحلو ده ازاي. معايا طبعا كيلو دقيق زي ما قلت لكم. لو عايزه تقسمي الكميه هيبقى نص كيلو. وحطيت عليه معلقه سكر كبيره، معلقه ملح صغيره. هنقلب المكونات بتاعته كده. بس هي دي مكونات الفطير، مفيش اكتر من كده. وهننزل بقى بالميه كده، ميه بارده عاديه خالص من الحنفيه، ننزل بيها كده بالراحه. ون هنقلب بقى، وبعد كده طبعا هنعجن. بصوا المكونات سهله خالص خالص، والفطير طالع كده بيمط كده وطعمه حلو قوي. فطير خفيف، مش ما فيهوش سمنه كتير زي ما قلت لكم. يا دوب يا دوب كده، كل فطيره هقول لك هتاخد معلقه صغيره كده بتاعه الشاي. لو حابه تحطيها كمان، مش حابه خلاص. هنفضل بقى كده نعجن الفطير بتاعنا ونشوف هناخد ميه قد ايه. تمام كده، حطينا ميه تاني اهوت، وهنبتدي برضو نعجن كده لحد ما العجينه بتاعتنا ان شاء الله تبقى حلوه كده، هتشوفوها معايا. بس انزلي بالميه كده واحده واحده عشان الدنيا تتظبط منك، وكمان عشان تعملي للعجينه بتاعتك عرق. الفطير كده يبقى بيمط كده وانتي بتقطعيه. لو نزلتي بيها مره واحده مش هتبقى فيها عرق. الخطوات دي حلوه قوي. عجنت كده كويس. هو احتاج مني معلقه دقيق لان الميه زادت مني سنه صغيره. يعني هو بياخد مثلا نقول نص لتر ميه على الكيلو دقيق. حلو قوي كده. بصوا العجينه هتبقى بتمط ازاي. المهم بقى تعجني، وزي ما قلت لك تنزلي بالميه واحده واحده. يعني من نص لتر لتر الا ربع ميه، على حسب الدقيق عندك. خلصنا بقى كده العجينه بتاعتنا. تعجنيها عجنه كويسه. وبعدين بقى هنقطعها 5، وكل واحده هقسمها 2. اديني بقى ايدك زيت خفيف، لان هي كانت بتلزق شويه. لو انت ظبطتي الدنيا كده مش هتبقى بتلزق معاكي، مفيش مشاكل. بس هي العجينه كل ما تبقى بتلزق بتدي نتيجه احسن. فنقطه زيت صغيره كده مش هيحصل اي حاجه. نقطه زيت صغيره على ايدك كده. وظبطي كده العجينه بتاعتك، قطعيها 10 كور يبقوا قد بعض. الموضوع سهل خالص زي ما انتوا شايفين، مفيش اي مشاكل في التشكيله اهوت. احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. عجننا العجينه كويس قوي عشان زي ما انتوا شفتوا ننزل بالميه بالراحه، وننزل ونعجن واحده واحده كده فيها لحد ما تيجي معاكي عجينه كده بتمط زي الاستك كده زي ما انتوا شايفين. هنقطعهم 10. طبعا الفطيره اللي انتوا شفتوها دي كانت فطيره حلوه بسم الله ما شاء الله. يعني الفطيره ممكن تاكل حد يعني ياكلها هيشبع. ممكن تاكل لو كل واحد بقى زي ما بيحب، بس هي الفطيره كويسه قوي يعني. لو اديتيها لابنك مثلا او بنتك يبقى هي الفطيره كويسه ان شاء الله. عايزه بقى تصغريها وتعملي فطيرتين زي ما تحبي. انا بالنسبه لي الحجم ده كان كويس قوي، عملت منه 10 فطيرات من الكيلو. انتوا عارفين بقى سعر الفطيره بره قد ايه. دهنه زيت خفيفه كده على الوش. دهنه يعني ما هقولك معلقه زيت هندهن بيها كل الكور اللي احنا عملناها بتاعه الفطير. وهنسيبه بقى يرتاح معانا 10 دقايق ربع ساعه كده.
ونجهز الحاجه اللي هنعمل بيها التوريق بين الفطير. كانت ايه؟ معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، معلقه سكر، وزيت 3 4 معالق 5 معالق على حسب ما يعني الخليط اللي احنا حطيناه يلف معاكي كده. بنقلب كده كويس. بصوا ده الحاجه اللي احنا هنورق بيها بين الفطير. مش هنحط بقى سمنه ولا زيت كتير ولا اي حاجه، يا دوب 3 4 5 معالق زيت كده والدنيا اتظبطت. عايزه اقول لكم والله العظيم اللي كان ما بيحبش الفطير عندي قال لي والله العظيم تسلم ايدك بجد حلو قوي. هنيجي بقى كده نفرد الفطير بتاعنا بعد ما ارتاح زي ما قلت لكم 10 دقايق ربع ساعه، زي ما يعني ما عندك وقت مفيش مشاكل، يعني 10 دقايق ربع ساعه تمام. هنفردها بايدينا كده خفيف خالص، وناخد بقى اللي احنا عملناه دوت عشان التوريق، الخليط اللي احنا عملناه عشان التوريق دوت هنقلبه بقى كده كويس، ونشتغل بيه بقى كده بالفرشه ندهن الفطيره. شايفين بقى مفيش اسهل من كده اهوت، ولا خدنا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه. هنعمل ايه بقى؟ هنقطعها كده زي البيتزا. ده بقى اللي هيخلي معاكي فيه توريق جوه الفطيره من غير ولا تفردي ولا تطبقي ولا اي حاجه، سهل خالص اهو. ونبتدي بقى نقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. يعني لو عندك هقول لك 10 كيلو دقيق عملتيهم هتخلصيه والله العظيم في 10 دقايق. ونقفلها بس كده كويس من تحت عشان تدينا شكل كويس. انا عملت واحده ودي التانية، وهعمل معاكم برضو كام واحده كده عشان المعلومه تبقى وصلت لكم. بنفرد بايدينا عادي خالص اهو من غير نشابه ولا اي حاجه. العجينه طريه اصلا وتتفرد كده وبتمط معاكي وزي الفل. هناخد الخليط بتاع التوريق ونفرد فين؟ على العجينه اللي احنا فردناها او الكوره اللي احنا فردناها. ونقطع زي البيتزا كده. بس حاولي ان انت تخلي واحده اكبر شويه يعني عشان هي تقفل معاكي الدنيا، يعني كله بنفس المقاس، بس خلي واحده اللي هي اخر واحده هتقطعيها تبقى اكبر شويه عشان تقفل لك الفطيره كده من فوق، يعني تاخد كل اللي احنا قطعناه ده جواها وتتقفل معاكي بسهوله. بصوا بنقفل من تحت كده كويس. مفيش اسهل من كده، ولا فرد ولا نفرد ولا هنطبق ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين اهوت. جربوه والله العظيم احلى واسهل فطير طاسه ممكن تعمليه. كل حاجة بقت غالية، والفطيرة دلوقتي بقى سعرها قد كده جوه الفرن. يعني عشان تاكلي وتشبعي مثلا، عايزة مثلا لو احنا عددنا مثلا 5، لو انتوا 5 زينا كده هتحتاجي مثلا 10 8 على حسب بقى. ممكن 5 برضو، ما هما غاليين. هو كيلو دقيق مثلا انا عارفة ان الدقيق برضو غالي، بس مش بتمن ال10 فطيرات اللي هتجيبيهم من بره. وزي ما انتوا شايفين ما فيهوش اي حاجة مضرة. ده بالزيت طبعا، زيت كده يبقى ملوش طعم كده ومفهوم مش مكلف اي حاجه. زي ما انتوا شفتوا معلقتين دقيق معلقتين نشا، خلاص الموضوع تمام كده. مفيش اسهل والله العظيم ولا احلى من طعمه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، بالله عليكم ما تنسوش اللايك. والله العظيم انا لما بدخل عند اي حد لازم بحط اللايك قبل ما اتفرج على الفيديو. اللايك مش هيخسرنا اي حاجه، يعني ان احنا نعمل اللايك لبعضينا كده ونساعد بعض عشان كلنا نكبر ان شاء الله مع بعض، ما فيهاش يعني مش هيخسرنا اي حاجه. نعمل اللايك كده ونشاهد الفيديو. انا بحاول كده اعمل معاكم فيديوهات خفيفه كده وسريعه وتبقى افكار جديده عشان كلنا بنستفاد وكلنا ان شاء الله يعني نتعلم من بعض. هنسويه ازاي بقى؟ انا حطيت حاجه كده على النار تبقى مش بتلزق يعني افضل. ما دهنتهاش اي حاجه، يعني اللي هي الحاجه اللي على النار دي ما دهنتهاش اي حاجه. لو حابه بقى انا حطيت معلقه سمنه عشان تدينا طعم حلو كده للفطيره. مش حابه خلاص اشتغلي كده زي ما انت، او ممكن تشتغلي بالزيت زي ما تحبي، ممكن تشتغلي بالزبده، كل واحد بقى على حسب ما هو حابب. بس المهم ان انت تفضلي تقلبي كده. النار عادي يعني نار متوسطه، مش نار واطيه ولا حاجه، نار متوسطه عشان تنجزي نفسك كده وهيطلع مستوي زي الفل. بصوا بيتنفخ معاكي كده جوه في الحاجه اللي انت بتسوي فيها. انا جبت صينيه مدوره كده عشان تاخد معايا الشكل تبقى حلوه. معلقه شاي، معلقه بتاعت الشاي الصغيره دي، هي معلقه واحده بس كده بحط منها السمنه، او زي ما تحبي بقى. حابه ان انت تخلي بتحبي السمنه كتير يعني في الاكل، ممكن تزودي بقى معلقه ونص زي ما تحبي خالص. هي معلقه السمنه بس عشان تدي طعم كده كمان احلى واحلى للفطيره وبس، مش عشان اي حاجه. ممكن زي ما قلت لك تستخدمي زيت او زبده زي ما تحبي. سهل خالص خالص خالص، مش اسهل من كده والله، وزي ما انتم شايفين.
بصوا بقى خلصنا ال10 فطيرات بتوعنا زي ما انتوا شايفين كده شكلهم. هتاكلي كده وهتتبسطي والله، اللي هيجرب الطريقه دي ان شاء الله هيدعي لي، انا متاكده. مش هتبطلي تعمليه ومش هتشتريه من بره تاني. عملنا 10 فطيرات. الفطيره ما اعرفش بقى بصراحه، انا ما بشتريش الحاجات دي من بره، انا بعمل كل حاجه في بيتي نظافه، وانا ضامنه انا حاطه ايه لاولادي، حاجات مش مضره، ما احطش سمنه اي كلام، لا يعني ما عنديش سمنه خالص، ما بعملش. ممكن اشتغل بالزيت بس زي ما اللي موجود عندي، مفيش اي مشاكل، يعني الموضوع سهل خالص زي ما انتوا شايفين اهوت. وفي توريق جوه الفطيره وكله تمام. لازم تجربوا الفيديو ده ان شاء الله، هيعجبكم قوي الفطير ده، هيعجبكم قوي قوي ان شاء الله. ما تنسوش بالله عليكم اللايك، اهم حاجه اللايك يا جماعه، والتعليق الحلو اللي بيشجعنا كده نعمل كل جديد. ولو عجبكم بقى الطريقه يا ريت تجربوها، وبعد ما تجربوها كمان قولوا ايه رايكم بمنتهى الصراحه، يعني عادي لو في اي غلط اي حاجه قولوا لي. بس هو ان شاء الله هيعجبكم ومش هتقولوا عليه حاجه وحشه. اتمنى بقى تجربوا الطريقه بتاعتي دي، وتجربوا الفيديو الفطير دوت، وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واللي مش مشترك عندي يا ريت يشترك، وما تنسوش اللايك والكومنت الحلو بتاعكم. يلا بقى جربوه وبألف هنا وشفا، وشكرا ليكم.